ايه الاخبار؟ هقول لكم كده على قصه سريعا. كان في طير، وهي كانت الام طارت وسابت اولادها الطيور الصغيره في العشه بتاعتهم علشان تطلع وتجيب لهم الاكل. غابت الام ساعه ساعتين ثلاثه اربعه. الحقيقه ان في حد، هي الام ماتت، حد بقى تم اصطيادها، المهم انها ماتت الام. والطيور الصغيرين دول فضلوا ميتين من الجوع لغاية ما ماتوا كلهم، عشان كانوا معتمدين على الأم إنها تجيب لهم الأكل. طب القصة دي بتفكرني بإيه؟ بتفكرني بالشخص اللي في حياتك، اللي في الشغل، المدير أو حتى الزميل اللي عمال يحفر حفرة ويعمل مكائد ومصايب ومش عارف يلبسك في أي مشكلة علشان يقطع لك عيشك ويقطع لك رزقك، اللي بنسميهم قطاعين الأرزاق، سواء مدير سواء زميل. طيب، رسالة للأشخاص دي: لما أنت بتأذي شخص في لقمة عيشه، أنت مش بتأذيه هو شخصيا بس، أنت بتأذي مراته، أنت بتأذي ولاده، أنت ممكن يكون هو اللي بيشيل أمه وأبوه وإخواته، ممكن تكون أرملة، أي حاجة بتشيل ولادها. فهل تتحمل أنت يا قطاع الأرزاق نتيجة الدعاء اللي هيجيلك من الأشخاص دول ولا لأ؟ بس الخبر الحلو اللي في الموضوع، الحاجة الجميلة اللي في الموضوع، إن الأرزاق بإيد ربنا. ربنا بيكتب لك رزقك، انت رزقك هيجيلك، احنا بس بنسعى. فحتى الشخص اللي اذاك في ده، كفايه ان انت تقول حسبي الله ونعم الوكيل فيه عشان حقق رجالك، والارزاق بايد ربنا. اشوفكم في فيديو تاني.